السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة هيكون عن ليه الصلاة هي عماد الدين. أركان الإسلام اتفرضت على المسلمين وفي منها اللي سقط عنهم، وده من رحمة ربنا علينا. وقبل ما نقول ليه الصلاة عماد الدين هنسأل سؤال بسيط، وهو إيه هي أركان الإسلام؟ كلنا عارفين إن أركان الإسلام 5. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فلو جينا لأول واحدة وهي الشهادة، ودي كفاية إنها تتقال مرة واحدة في العمر عشان تكون مسلم، بتنطق الشهادة لمرة واحدة بس. ركن الزكاة، وده اتفرض على المقتدر ماديا اللي معاه فلوس، لكن اللي معاه ركن الزكاة سقط عنه. الصوم هو ركن أساسي برضو، ولكن ممكن يسقط عنك لو أنت على سفر أو إنسان مريض. وركن الحج ده لمن استطاع إليه سبيلا، للمقتدر ماديا، لكن اللي مش قادر ولا معهوش فلوس فده الركن ده سقط عنه. وكده مش فاضل غير الصلاة، وده الركن الوحيد اللي ما ينفعش يسقط عننا أبدا لأي عذر كان. فلو أنت إنسان سليم هتصلي وأنت قائم، مريض أو مسن أو عندك مشكلة في رجليك هتصلي وانت قاعد، عندك مشكلة في جسمك هتصلي وانت نايم. حتى في حالات الحرب الصلاة ما سقطتش، وبنصلي صلاة اسمها صلاة الخوف. بالقدر وعزم الصلاة، فكل تكاليف الإسلام نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق سيدنا جبريل بوحي من السماء، إلا الصلاة. لما ربنا عز وجل حب يفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل؟ حصل استدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الأرض للسماء السابعة، وده عشان يفرض عليه الصلاة. وده يعرفك، أو دي كفيلة لوحدها تعرفك ليه الصلاة مهمة. سؤالنا بقى هنا، ليه الصلاة هي عماد الدين؟ الإجابة ببساطة لأنها اشتملت على كل أركان الإسلام. هتقول لي إزاي؟ هقولك إحنا بنشهد أن لا إله إلا الله وبنشهد أن محمد رسول الله في كل صلاة مرتين، ده من خلال التشهد. وبكده هنكون حققنا أول ركن من أركان الإسلام، وهو الشهادة. تاني ركن وهو الزكاة، والزكاة معناها إن بطلع جزء من فلوسي للفقراء والمحتاجين. طب إحنا بنجيب فلوس منين؟ بنجيب فلوس من شغلنا، وشغلنا دوت بيكون مربوط بوقت. فأنا لما باجي بصلي باخد من وقتي ده لله عشان أدي فرض ربنا عليا، وبكده بكون حققت ركن الزكاة. تالت ركن وهو الصوم. الصوم ده وهو الصيام عن شهوتين الفرج والبطن. طب أنا لما بصوم دايرة الإمساك بتبقى أكبر من كده بكتير، لأن أنا بصوم عن الكلام وعن الحركة وعن شهوتين البطن والفرج. كده فاضل ركن الحج. إحنا لما بنصلي اتجاه القبلة بتاعتنا بيكون فين؟ تجاه المسجد الحرام. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فأنا دايما القبلة على بالي، ودايما اتجاه القبلة في بالي، ودايما الكعبة قدام عيني 5 مرات في اليوم. وبكده الصلاة جمعت بكل أركان الإسلام. عشان كده الصلاة هي عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد ترك الدين. فيا جماعة والله احنا الصلاة دي أول حاجة هنتحاسب عليها يوم القيامة، فنخلي بالنا. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. الصلاة دي هي حلقة الوصل بينك وبين اللي خلقك. اوعى تقطع حبل الوصل ده.